من العجيب أن تصرفات الشركة الاستشارية للانقلاب تصب في كثير من الأحيان ضد الانقلاب، على الرغم من قدرة هذه الشركة على تسويق الانقلاب في العالم الخارجي. وعلى سبيل المثال فإن اختيار قبرص للزيارة أمر يثير التعجب، نظرا لأن قبرص لا تمثل الأهمية الاستراتيجية التي يبني عليها الغريق أملا في الصعود من الماء، لكنها في الوقت نفسه تمثل ما يسمى بالخراج التاريخي تجاه تركيا، لأن قبرص كما نعلم متنازع عليها ما بين الأتراك وما بين اليونان، فهناك قبرص التركية في الشمال وقبرص اليونانية في الجنوب. وبالطبع فإن انحيازات النظام العسكري المصري في عهد الرئيس عبد الناصر كانت ضد تركيا، ولهذا كان يحتفي احتفاء شديدا بقبرص اليونانية ويؤكد شرعية قبرص اليونانية. وهكذا كان مكاريوس بمثابة ضيف ثابت في مصر أو في الإعلام المصري. ومن العجيب أن مكاريوس رجل دين، كان رئيسا روحيا للكنيسة القبرصية، وهي كنيسة أرثوذكسية شرقية. بالطبع بينها وبين كنيستنا نزاع، اختلافات في العقيدة المسيحية، لكن كل هذا يهون في مقابل أن تكون ضد الإسلام. ما دامت ضد الإسلام فلا بد أن يسير عبد الناصر في ركابها وفي ركاب مكاريوس. ومع أن العسكرية تقول بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فإن أصدق أصدقائها كان مكاريوس الذي كان رئيسا للكنيسة وأصبح رئيسا للدولة، في جمع واضح وصارخ بين السياسة والدين، أي أن رئيس الكنيسة أصبح رئيس الدولة منذ استقلت قبرص في 57. من الطريف أن مكاريوس تعرض لانقلاب عسكري في 1975 وأزاحه العسكر، لكن الأكثر طرافة أن مكاريوس عاد إلى الحكم مرة أخرى حتى توفي، وكأن الشركة المنظمة لعلاقات الانقلاب ترسل رسالة واضحة للمصريين أن مرسي عائد، مرسي عائد، مرسي عائد، كما عاد مكاريوس من قبل، وأصبح مكاريوس رمزا لرجل دين أو لرجل متدين أو لرجل ينتمي إلى تنظيم يجمع بين السياسة والدين، يصبح أول رئيس مدني يزيح انقلاب عسكري، ثم يعود وسيعود مرسي إن شاء الله.